طيب آخر حاجة considered as recessive color of the flower of the pea plant. طيب البي بلانت الفلاور بتاعتها كانت يا أبيض يا أسود. لا غلط، كانت يا أبيض يا أحمر. أيوة كده اصحوا معايا، كانت يا أبيض يا أحمر. طيب كان إيه الدومينانت؟ اللون الأحمر في الورد كان هو اللي طاغي، كان هو اللي موجود بشكل أكبر. أغلب البي بلانت أهلوية، أغلب الورد بتاع البي بلانت بيشجع الأهلي، فهتلاقي لونه أحمر. قليل منهم بقى اللي بيشجع الزمالك، فهتلاقي الريسيسيف كولر في الفلاور اوف ذا بي بلانت is white is white. تمام كده، تمام زي الفل. نخش على اللي وراه. The battery consists. أهم حاجة يا جماعة نقرأ السؤال كويس أوي، ولما بيبقى فيه حاجة مميزة نحط خط تحتيها. تمام. A battery consists of three. طيب يبقى دي أول حاجة نحط خط عليه. three electric cells. The EMF of cell each cell is 2 volt. تمام. Calculate the electromotive force of the battery when the cells are connected. تمام. عايز أول حاجة in series. زي ما احنا فاكرين السيريس كان إيه؟ كان كل بوزيتيف لازق في النيجاتيف اللي وراه. كان كل لازق في النيجاتيف اللي وراه. نغير اللون عشان اللون ده مش واضح هنا. كده عندنا كل نيجاتيف بول لازقة في البوزيتيف بول اللي بعدها. تمام. ده كده الكونكشن هيكون ايه؟ سيريس كونكشن. يعني كل نيجاتيف بول لازقة في البوزيتيف بول اللي وراه. تمام. احنا عندنا هنا بقى كل سيل من دول، احنا عندنا 3 سيل زي ما هو قايل لنا، كل سيل فيها 2 فولت. كل سيل 2 فولت. طيب الالكتروموتيف فورس هتكون ايه للباتري لما بيبقى سيريس؟ يعني لما دي 2 ودي 2 ودي 2. طبعا برافو عليكم، الكونكشن سيريس بيخلينا نجمع الفولت بتاع كل واحدة لوحدها. يعني 2 بلس 2 بلس 2، يبقى دي هتكون 6 فولت. دي هتكون 6 فولت. طيب in case بقى قال لنا in parallel. طيب in parallel يبقى احنا عندنا in parallel، يبقى احنا هنوصلهم مع بعض بالشكل ده. يبقى كل البوزيتيف بيكون مع بعضه، وكل النيجاتيف مع بعضه، وهنا كل البوزيتيف مع بعض. في الكيس دي بقى احنا عندنا دي باتنين ودي باتنين ودي باتنين. ساعتها في الباراليل بناخد each cell is the answer. يعني الباراليل way او الباراليل كونكشن عندنا ال EMF total for the battery بيكون ال EMF بتاعت واحدة فيهم بس. يبقى ده في الباراليل بتاعت واحدة بس.
يعني ال EMF here هنا ال parallel connection equal 2 فولت. ليه؟ عشان دي 2 فولت ودي 2 فولت ودي 2 فولت، ففي الآخر إحنا بنحط each one of them is the answer. يعني in parallel connection equal 2، لكن في series connection equal 6 فولت. تمام كده؟ تمام زي الفل. خش على question 3. قال لك إيه بقى؟ calcitonin هرمون control the نقط level in the blood. باينة من اسمها كالسيتونين، يبقى كالسيوم. يبقى كالسيوم. تمام. in dynamo energy is converted into electric energy. ايه بقى يا ترى؟ ايه kinetic طبعا. تمام. ده هرمون that promote the growth of endometrium is progesterone، ودي جاوبناها في أول الامتحان. progesterone hormones. تمام. from the properties of direct current عندنا change intensity، لا ده ال AC. change direction، لا ده ال AC. constant intensity and direction، طبعا صح كده. يبقى constant intensity and direction. هنا change intensity and direction، لا طبعا. كل ده بيتكلم على ال alternating current أو ال AC. تمام. طيب نيجي هنا، عايزنا نعرف رقم 1 و 2 و 3 و 4 ايه هو. طيب احنا عندنا الجزء ده بتاع مندل، بي بلاند ريد هايبريد. تمام. والبيرنت التاني كان وايت بيور بي بلاند. تمام. الجراميدز كان ار كابيتال ار سمول، وهنا ار سمول ار سمول. تمام. هنا الار كابيتال مع الار سمول، يبقى هنا هتبقى ار كابيتال ار سمول، يبقى دي تكون ار كابيتال ار سمول. طيب وهنا ار سمول ار سمول، يبقى هنا برضو هتكون ار سمول ار سمول، يبقى هنا ار سمول ار سمول، وهنا ار كابيتال ار سمول. طيب نشوف هنا عندنا HCl بلس NaOH. ده اسيد والكالي، يبقى ده لو تفتكروا اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. نيوتراليزيشن رياكشن، صح كده يا شباب؟ زي الفل. تمام. هيدينا ايه بقى؟ اسيد وبيز ملح وميه، اسيد وبيز سولت ووتر. تمام. يبقى HCl بلس NaOH ادانا ووتر، يبقى هنا ناقص لنا السولت. يبقى ايه السولت؟ NaCl. طيب ال NaCl بلس، طالما مدينا سهم كده وجنبيه بلس وحاجة تانية، يبقى هو عايزنا ال NaCl حصل لها بلس مع ال AgNO3. هيدينا ايه؟ هيدينا NaNO3 بلس AgCl. ده الوايت بيبي تي اوف سيلفر كلورايد، يبقى AgCl. تمام كده. طيب يبقى نمبر 4 AgCl، سهم نازل لتحت عشان ده precipitation، عشان ده بي بي تي. تمام كده. تمام كده. والرياكشن ده بقى اسمه ايه؟ اسمه double substitution reaction. نمسح بس الزحمة اللي احنا عاملينها دي. تمام. هنا عندنا ايه؟ compare between ionic compound and covalent compound as in the speed of reaction. ماشي. ionic compound زي ما احنا قايلين has faster than أو faster speed than covalent compound.
لكن الكوفالنت كومباوند slower than الايونيك كومباوند. يعني في الاخر هو عايز يقول لنا اعرف لي هنا مين اسرع ومين ابطأ. وزي ما احنا عارفين ان الايونيك كومباوند طبعا بتكون اسرع because it occurs او it happens between الايونز، لكن هنا بتكون بطيئة شوية. تمام كده، تمام. طيب put true or false. تمام. In chemical activity series, metallic elements are arranged in descending order according to their atomic weight. لا طبعا، هو أصلا اسمه chemical activity series، يبقى, يبقى مش atomic weight خالص، يبقى مش atomic weight خالص. تمام كده، تمام. The measuring of the absorbed nuclear radiation، أو ده الجزء اللي مش معانا. تمام. Oxidation is a chemical process in which an atom lose one proton. لا طبعا مش بروتون، هي إلكترون، يبقى دي برضو غلط. تمام. Zirconium is considered as radioactive element. لا برضو ملغي معانا، مش معانا الترم ده. تمام كده، تمام. نخش على اللي وراه. cross out the odd word، نطلع الكلمة المختلفة هنا. تمام. أميتر، فولتميتر، أوميتر، كاتاليتيك كونفرتر طبعا ملهاش أي علاقة هنا، لكن الأميتر والفولتميتر والأوميتر ده الديفايسز اللي بنقيس بيهم. هنا بنقيس بيهم الكرنت، هنا بنقيس بيهم البوتنشال ديفرنس، هنا بنقيس بيه الريزيستنس. تمام. خش على اللي وراه. رولينج ذا تانج، اللي هو بعمل بلساني كده بخليه يضم في بعضه. وسموث هير، ونارو ايز، وفيشل فرينكلز. تمام. تعالى نجمع. ده دي دومينانت ولا ريسيسيف؟ دي دومينانت. وهنا سموث هير دي ريسيسيف، ونارو ريسيسيف، والفرينكلز دي اللي هو النمش برضه ريسيسيف. يبقى هي هنا المختلفة هي الرولينج ذا تانج. تمام كده، تمام. نمبر 3 دي طبعا ملغية مش معانا. playing football ده recessive. playing football، playing music، swimming، skin color. ده هنا بقى بيسأل على ال heredity traits وال acquired traits. طيب playing football بتاع acquired بتعلمه لما اتولد واحدة واحدة. playing music نفس الكلام، swimming نفس الكلام. ايه الحاجة الوحيدة اللي انا ما اقدرش اتحكم فيها؟ هي ال skin color. ليه؟ عشان ده heredity traits، ده بيتنقل from one generation to another. تمام. آخر حاجة explain why copper react with why copper doesn't react with dilute HCl. اه هنا عشان ده الكوبر less active than الهيدروجين. فين؟ في الكيميكال activity series، عشان كده ما بيحصلش reaction. عشان كده doesn't react with HCl. يبقى why copper doesn't react with dilute HCl because the copper is less active than the hydrogen in chemical activity series. شكرا يا أصحابي وإخواتي الصغيرين، ولو حد عنده أي سؤال في أي حاجة في أي وقت يقول لي. إحنا كده كده لسه هنعمل فاينل ريفيجن، هنجمع فيها واحدة واحدة كده بالورقة والقلم كل كل اليونتس والريفيجنز بتاعتها من الأول لغاية الآخر. إحنا بس بنحل في الأول عشان يبقى في بالنا شكل الأسئلة بيجي إزاي، عشان وإحنا بنراجع نبقى عارفين دي بتيجي بالشكل الفلاني في الامتحان، ودي بتيجي بالشكل الفلاني في الامتحان. فإحنا نذاكر بالطريقة دي. ميرسي جدا كنتم معايا. الإكسلانس. شكرا.